انا النهارده هدوقكم شويه كبده اسكندراني من واحده بقى اسكندرانيه هتوريكم اصل الكبده الاسكندراني. ولا تقولي لي بقى كبده الفلاح ولا كبده معرفش ايه. يلا كده بينا نسمي الله ونخش على الطريقه بتاعتنا. النهارده الطريقه بتاعتنا بسيطه جدا. تمام، معايا راس توم فصصتها كلها، ومعايا قرنين فلفل حامي او بارد، ده يرجع لك انت. طبعا جيبي الفلفل اللي هو الوسط، ولا هو ولا بارد ولا هو حامي قوي، عشان لو معاكي اطفال ولا حاجه. تمام، ضربتهم كده في الكبه بتاعتي وهنزل بيهم كده ايه في بوله. واحده واحده كده هنقول لكم الخطوات، امشوا بالخطوات دي، هي خطوات بسيطه بس بتفرق في الطعم جدا، وبتطلع معاكي نفس الكبده ونفس الريحه اللي بتشميها في الشوارع وتقولي ايه الكبده الجميله دي. بس امشوا بخطواتي وادعوا لي، انا اسكندرانيه وهعمل لكم النهارده كبده اسكندراني. تمام، جبت ليمونه هعصرها كده على الطبق بتاعنا دوت، وابدا اقلب التوم بتاعي كده ايه، وادمج الخليط، وادمج التوم كده في ايه مع الليمون مع كله، وانزل بمعلقه ملح صغيره، وانزل بمعلقتين خل. تمام كده، معلقتين خل. يبقى احنا كده ماشيين بالخطوات واحده واحده. كل ده ينزل على الثوم، ما تنزلوش على الكبده، نزليه على الثوم. اسمعي بس الخطوات اللي انا بقول لك عليها دي، وهتطلعي شويه كبده اسكندراني النهارده عيالك هيشموا ريحه يقول لك ايه ده يا ماما الجمال ده، ايه الحلاوه دي. انزلي بمعلقه كمون، عندك معلقه كزبره ناشفه حطي. انا بصراحه ما حطيتش كزبره ناشفه ماشي يا جماعه عدولي بس. تمام، ما حطيتش كزبره، اكتفيت بس بالثوم بالكمون والليمون والخل. وزي ما احنا شايفين كده، حسيت ان الخل بتاعي قليل، ضفت معلقه كمان صغيره عشان احس ان ايه الخليط بتاعي كده مش شبع كله من الليمون والخل وكله. انا معايا الكبده بتاعتي هنا كبده بلدي، حطيت لي الراجل ايه حته دهنه او حته ليا، دي بتفرق جدا معاكي في الطعم. الطاسه بتاعتي سخنتها كويس جدا. سخني الطاسه بصي تسخينه كويسه كده، وانزلي بيها ايه بشويه زيت، وانزلي بحته دهنه من اللي هو حاططها لك. التست دوت بيخلي الكبده او اللحمه بتاعتك اللي هتعمليها كده بيوديها في حته تانية. وانزلي بالثوم، انا مش هحمر الثوم، انا يا دوبك هخلي الثوم كده ايه يطشطش كده بشويه الخل اللي احنا حطيناه. وهبدا عشان الكبده كنت حاطاها في الفريزر، هبدا افكك الكبده كده من بعضها. وطي بقى النار وانت بتعملي الخطوه دي عشان الكبده ما تتلسعش منك ولا الثوم يتلسع منك. تمام، ويستحسن تكوني عامله الخطوه دي قبلها. تمام، بدات اشوح بقى الكبده على النار كده، وبدات انزل بالفلفل بتاعي بقى. كتري كده الفلفل واصبري اما الكبده كده ايه تبدا تخش في السوا، انزلي بالايه بالفلفل بتاعك، حبه حامي حبه بارد زي ما انت تحبي. وابداي ايدك في الكبده كده على طول، ايدك كده على طول في الكبده، عشان خاطر ايه التوم ما يتلسعش من حته واحده، لان التوم لما بيتلسع بيخلي الكبده بتاعتك تمرر. انا يا دوبك حطيت التومه، التكه فين؟ التكه هنا. لما بتحطي التومه ما تقلبيش ما تخليش التوم يتحمر منك، يا دوبك يشم النار، يا دوبك يشم النار منك، وانزلي على الكبده بتاعتك على طول بيه. احنا طبعا سيبنا شويه توم، هنزل بقى بيهم ايه على الكبده كده بعد ما استوت، عشان لو التوم التاني خلاص استوى مش هيديكي ريحه، لا دي بقى هتظبط معاكي الكلام وما اقولكيش شويه كبده زي العسل. تمام كده، خلاص الكبده بتاعتي بدات تخش في السوا. هبدا بقى اجيب الفلفل بتاعي وانزل بايه على الكبده. طبعا الفلفل بتاعك هيدي طعم الكبده، انت بقى براحتك، بتحبي حراق بتحبي بارد زي ما قلت لك انت براحتك. انا هنا عاملاه وسط لان انا عندي اطفال، فطبعا مش هينفع ايه اعملها حراق قوي، مش هياكلوا منها. تمام، خلاص كده بدأنا نشوح الكبدة، والريحة يا بنات قلبة الدنيا. الريحة يعني بمعنى الكلمة كده قلبة الدنيا من جمالها وطعمتها. دي بقى الكبدة الاسكندراني على اصوله. في ناس بقى تقولك حطي التوم على الكبدة، حطي معرفش ايه، اغسلي الكبدة، اعصري الكبدة. ما فيش الكلام ده. اي حاجة هتحطيها على الكبدة هتعمل زفرة فيها. الكلام ده لو كبدة فراخ، كبدة الفراخ تمسكي تقطعيها وتحطيها ايه عليها شويه ليمون كده تنزل منها زنخه الفراخ لكن كبده بلدي ما تعمليش فيها اي حاجه، او كبده متلجه ما هي كده كده بلدي. اتمنى الفيديو